بعد اذنك ياما انا هروح، انت محتاجة مني حاجة؟ وبعدين يا بنتي يا سوسن بتعالي اقعدي معايا شوية عشان انت بتوحشيني وتوحشني قعدتك. يا اختي هو انت اللي فالحة فيه ده عايزة تمشوريني وخلاص؟ طب ما انت قاعدة معانا يا بنتي، انت مستعجلة ليه يا اختي على شقتك؟ مش المنيل على عينه طليقك سابك ومشي؟ ما تقعدي يا بنتي، انت مستعجلة ليه زي ما صاحبتك بتقول؟ وانت يا اختي مش المنيل على عينه طليقك طلقك وسابلك الشقة، وانت مستعجلة ليه يا اختي عايزة تروحي الشقة؟ هو طليق في الشقة مش ساب الشقة ومشي وخلاص وريحنا منه؟ ولاش اعرفه اللي كان عرفنا منه ارتحنا منه خلاص. وبعدين يا بنتي بقيتي معانا يومين كده 3 عشان صاحبتك على الاقل. يا ماما مش هينفع بقى اسيب شقتي واقعد 3 ايام هنا، ما ممكن طليق المنيل على عيني يكسر باب الشقة وياخد كل حاجة اللي في الشقة، وممكن ياخد القرشين اللي حيلته والدهب اللي عندي يا ماما. اجري يا اختي على شقتك بسرعة اللي انت مستعجلة عليها وخايفة عليها. طلقك مين يا اختي اللي يقدر يكسر باب الشقة؟ ولا 10 زيه يقدر يكسر باب الشقة؟ هو انت عبيطة يا بنت ولا هو اتجنن في عقله؟ ده انت تجري على طول على الحكومة تعملوا له محضر بسرعة، هو يقدر يكسر لك باب الشقة يا عبيطة؟ صح بجد يا صاحبتي الكلام اللي بتقوليه ده يعني ما اقدرش يكسر باب الشقة؟ بس لا يا اختي انا قلبي مش مطمن برضه وانا قاعدة عند والدتي، لازم اروح دلوقتي اشوف شقتي واطمن عليها برضه. روحي يا بنت طيب يا حبيبتي اطمني عليها وتعالي بيتي معانا يا حبيبتي ما تطوليش. هو فكرت بيتي هناك يا حبيبتي لوحدك عشان انا حتى انا بخاف عليك وبقلق عليك؟ يعني انا صغيرة يا ماما ولا انا طفلة عشان تقلق عليا وتخاف عليا؟ انت لقيتني اتأخرت تعرف اللي راحت عليا نومة ونمت في الشقة. طب روحي يا بنتي حبيبتي عشان الوقت اتأخر عليك. لمين يا ماما يا ست الكل انت يا ست الحبايب. بقى على خير يا صاحبتي، اشوفك ان شاء الله بكرة وممكن الليلة دي يا حبيبتي لو قدرت اجيلك. ماشي يا حبيبتي توحشيني، كانت قعدتك حلوة والله مش قادرة استغنى عنك ولا على قعدتك. تفتكري يا بنتي يا سوسن البت دي مستعجلة ليه على شقتها؟ تكونش اختي رجعت لطليقها وبتضحك عليا البت دي؟ هتضحك عليك ايه بنتك يا خالتي؟ يا انت اول مرة تعرفي بنتك يا خالتي؟ دي بنتك محفوفة في دماغها وعلى طول لما تطلع حاجة في دماغها لازم تعملها، يعني هو انت اول مرة يا خالتي تعرفي بنتك؟ هو مين يا اختي اللي حطيتيلي على جرس الباب كده اول ما دخلت وزي ما يكون يعني كان مستنيني وقاصد وعارفني ان انا اخش الشقة وجاي يحط على جرس الباب كده؟ يا ترى مين السعاد اللي جاي لي متأخر كده؟ ربنا يستر لما اروح اشوف مين اللي على الباب. بلاش ما افتحش الباب انا خايفة عشان انا قاعدة لوحدي. تقيلي قلبك يا بنتي كده وما تخافيش وخليكي جامدة كده واجمدي. الله هو انت النيل على عينك يخرب بيتك، ايه اللي جابك السعادة عندي وتخبط عليا كده في نص الليالي؟ هو انت جننت في عقلك ولا ايه؟ مش احنا اتطلقنا يا اخويا وكل واحد راح لحاله؟ وحشتني يا حبيبتي قلت اجي اسلم عليكي واقولك تصبحي على خير، انت تكوني محتاجة حاجة ولا اي حاجة كده ولا كده يعني. الله يخرب بيتك يا منيل على عينك، انت اتفرج عليا الجيران. وبعدين يا اخويا كل الناس عارفه ان احنا اتطلقنا والجيران عارفه ان احنا اتطلقنا، ايه اللي جابك يا منيل على عينك عند شقتي؟ وبعدين يا اخويا مش قلتلك ما تعتبش بيه بالشقه دي تاني؟ هتكونش شارب حاجه ولا يعني؟ انت شكلك مجنون. انا اطلب لك البوليس دلوقتي، هتمشي ولا اطلب لك البوليس ولا اصوت والم عليك الدنيا كلها؟ ايه دي يا حبيبتي الدنيا مش مستاهله انت تجرسينا ليه وتفضحينا يعني؟ وبعدين انا جاي اسلم عليكي يعني ما عملتش حاجه جريمه يعني ولا حاجه وحشه يعني. امشي دلوقتي يخرب بيتك امشي امشي. انا كان عليا ليه؟ انا يا ريتني كنت سمعت كلام ماما وقعدت معاها ما جيتش الشقه. انا لو حسابها يحصل ده كله ما كنت جيت يا اخويا. امشي امشي من قدام يا راجل انا مطلع صوتي حتى بعد ما طلعتني مش عايز تسيبني في حالي يا راجل؟ ما تبعد عني بقى حرام عليك. انت حابب اللي انت تضايقني في كل مكان كده؟ بكره تندم يا جميل. ماشي يا لوزة بتعملي فيا ده كله زي بعض يا لوزة، كله مش شالك يا لوزة. روح يا شيخ ده هي تاخدك في شكلك العكر. روح يا منيل على عينك. انا كان مالي وكان بيالي في اليوم اللي ما يعلم بالله ربنا ده يخليني مش هنام طول اليوم وخايفة وقلقانة كده.